ما هي الدول التي لديها أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم؟ في المركز الخامس روسيا. تملك روسيا احتياطيات مهمة من الفوسفات بلغت حوالي 2.4 مليار طن، وهذا يجعلها أحد اللاعبين الصناعيين المهمين في إنتاج الأسمدة عالميا، حيث يبلغ إنتاجها السنوي من الفوسفات حوالي 14 مليون طن. رابعا تونس. تشتهر تونس بحقول الفوسفات في مدينة قفصة، وهي من أهم المصادر التاريخية للفوسفات في المنطقة. ورغم التراجع في الإنتاج، تبقى تونس من أبرز البلدان التي تمتلك احتياطيات كبيرة، حيث بلغت حوالي 2.5 مليار طن. في المركز الثالث مصر. تزخر مصر باحتياطيات مهمة من الفوسفات، خصوصا في مناطق البحر الأحمر ووادي النيل، والتي بلغت حوالي 2.8 مليار طن، وتعمل على تطوير هذا القطاع عبر مشاريع استخراج ومعالجة لرفع القيمة المضافة وتصدير منتجات الفوسفات والأسمدة. أما ثانياً فنجد الصين. تمتلك الصين أحد أكبر الاحتياطيات العالمية، والذي بلغ 3.7 مليار طن من الفوسفات الخام، وهي تعتمد عليه بشكل أساسي لتغذية صناعاتها الزراعية الهائلة. ورغم هذا الاحتياطي الكبير، تستهلك الصين معظم إنتاجها داخلياً بسبب الطلب الضخم، حيث تنتج سنوياً حوالي 110 ملايين طن. وأخيراً في المركز الأول المغرب. يعد المغرب القوة العالمية الأولى في الفوسفات بلا منازع، إذ يمتلك احتياطيات قدرت بحوالي 50 مليار طن، أي ما يقارب 70% من احتياطي العالم.